يا صباح الفل على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل الفول المدمس بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومكونات برضو بسيطة، هيطلع أحسن 100 مرة من اللي احنا بنشتريه من المطعم. وأهم حاجة نضيف وكمية كبيرة جدا. ودي الفوالة أول حاجة اللي احنا هنشتغل فيها. الفوالة عندنا ألمونيا أو حلة ألمونيا بتدينا النتيجة حلوة أوي. تمام. طبعا بنجيب الفول وبنبله مش أقل من 6 ساعات. ماشي لو أكتر ماشي مفيش أي مشكلة، لكن أقل من 6 ساعات ما ينفعش. تمام. هنغسله طبعا من الرملة أو الزلط اللي بيبقى موجود فيه. بعد ما غسلناه وتمام، أنا عندي هنا كوبايتين من الفول نقعته 7 ساعات. تمام. ولكل كوباية فول معلقة من العدس ومعلقة من الفول المدشوش. دول طبعا كوبايتين، فهنحط عليهم معلقتين عدس، معلقتين فول مدشوش بعد ما نغسلهم كويس أوي. هننزل أول حاجة بالفول في الفوالة، وهننزل عليهم بالعدس زي ما قلت لكم، وهننزل عليهم كمان بالفول المدشوش. تمام. طبعا هنحط مية مغلية، ما ينفعش نحط مية متلجة ونحطها على النار. تمام. دي بعد ما غسلنا العدس وغسلنا الفول المدشوش، هنضيفه على، طبعا في ناس بتحط بصل، تحط طماطم، تحط جزر، كل الكلام ده مش لازم منه خالص. جربي الطريقة البسيطة السهلة دي، هتلاقي النتيجة معاكي زي العسل. هنحط العدس زي ما قلت لكم، هنحط الفول المدشوش، واهم حاجة نقفل كويس قوي على الفوالة او على الحلة. مجرد اول غلوة للفول بنعمل ايه؟ بنروح موطيين العين خالص زي السهارة. بنغلف البوز بتاع الفوالة بالغطا بتاعه او بالورق الحراري زي ما احنا شايفين. وطبعا بنجيب حلة فيها مية وبنحطها. مجرد ما الفول بيقعد يغلى عندنا، طبعا المية اوكي على طول بتسخن لوحدها. يعني المية بتسخن عشان هي فوق الفوالة. ليه بقى حطينا المية دي؟ علشان كل ما بنعوز مية بنزود مية سخنة، مينفعش نزود مية تكون باردة، بتخلي الفول يجلد وبيخلي المدة بتاعته يطول. هنا مدة التسوية بتقعد 6 ساعات على نار زي الصغارة. طبعا شايفين اللون بتاعه تحفة، كهرمان تحفة، بدون أي إضافات بقى جزر وطماطم والكلام الكتير اللي الناس بتحطه. تمام. على فكرة الفكرة دي أنا أخدلها من واحد كان فاتح مطعم، وهو اللي قال لنا على الإضافات دي. لا بنحط طماطم ولا جزر ولا بصل ولا الكلام الكتير ده كله. تمام. شايفين لون تحفة بيتكلم عن نفسه، كهرمان بجد. شايفين؟ وكوبايتين الفول هيعملوا لك كمية كبيرة جدا، يعني أضعاف اللي احنا بنشتري من المطعم. تمام. خلاص كده حبايب قلبي، بعد 6 ساعات بيكون استوى وبقى تمام. طبعا بنهرسه بالشوكة بقى، وبنحط له شوية زيت زيتون، شوية كمون، الملح بتاعنا. بنحط له كمان أي، لو أنت عايزة تحط أي إضافات تاني تقطع عليه طماطم كمان، بيبقى طعمه حلو قوي. كده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده استوى واتهرى معانا وبقى تمام 100. أخد 6 ساعات مش أكتر من كده على نار زي الشمعة. كده حبايب قلبي النهاردة عملنا الفول المدمس مع بعض بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة. الإضافات كانت بسيطة جدا زي ما قلت لكم. طريقة التسوية، طريقة إضافة الماء لازم تكون سخنة. الإضافات اللي بتتحط مش لازم نحط حاجات كتيرة. كده حبايب قلبي زي ما احنا شايفين بقى نهرسه ونحط الإضافات اللي احنا عايزينها. دي اختياري، مش ملزمين نحطها يعني. مع كده حتة بصلاية مع رغيفين كده عيش بلدي وألف هنا. أتمنى إن انتوا تجربوا الطريقة البسيطة دي جدا، هتعجبكم. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.